ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته وحطت عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. الله الله على هذه البشرى. الله الله الله. اسمع رواية تانية جميلة في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أبي سعيد الخدري كذلك رضي الله عنه، وعن جميع أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كده وخلي بالك أيها المبتلى، يا من تستمع إلي الآن وأنت في مرضك، وأنت في سريرك، وأنت في بيتك، وأنت في همك وألمك وحزنك، يا من تستمعين إلي الآن وأنت تتألمين لفراق حبيب لديك، أو لوقوع مصيبة من المصائب بك، أو لوقوع مرض أو ألم نفسي أو بدني. اسمع واستمعي، اسمعوا إلى هذه البشرى من الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. نصب التعب، والوصب الألم، المرض، الوجع، أي معنى من هذه المعاني. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والحبيب المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إيه ورب الكعبة، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اعلم يا حبيبي في الله، واعلمي يا أختاه ويا أماه ويا ابنتاه، اعلموا جميعا أن الابتلاء له 3 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة التمحيص. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله يمحصك بالابتلاء. هل ستصبر؟ هل ستثبت؟ أم ستنقص على عقبيك وترجع وترتد القهقرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إن ابتلى الله عبدا من عباده بأي نوع من أنواع الابتلاء وصبر العبد، محص فصبر وثبت، لكن لا زال البلاء قائما بالعبد وموجودا معه، يرتقي هذا العبد حينئذ إلى المرتبة الثانية من مراتب الابتلاء بعد التمحيص، ألا وهي التطهير. وقد ذكرت بعض أدلتها في الأحاديث الصحيحة السابقة. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. طيب، ابتلي العبد محص، أي ابتلي للتمحيص والاختبار فثبت وصبر، ولا زال البلاء موجودا بالعبد، فطهر بهذا الابتلاء ولم يتركه البلاء يمشي على الأرض وعليه خطيئة واحدة، لكن لا زال البلاء موجودا. لماذا؟ هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الابتلاء، وهي مرتبة رفع الدرجات عند رب الأرض والسماء، وهي مرتبة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأبشر أيها المبتلى الصابر الممحص الثابت الممحص الطاهر، أبشر برفع الدرجة لك عند الله جل وعلا. ووالله ثم والله لو شاء ربي وأذن جل جلاله أن يكشف للمبتلى الصابر الثابت المطهر من الذنب
لو شاء الله أن يكشف له ليرى منزلته ودرجته عنده تبارك وتعالى لتمنى العبد أن لو زيد له في البلاء، لتمنى العبد أن لو زيد له في البلاء. فأبشر أيها المبتلى، هذه كلمات مهمة في المرض وفي الابتلاء لأهل الابتلاء أيا كان نوع هذا الابتلاء، وأنا أعلم أنهم كثرة